مع رابحة اللمة تحلى. حموده اليوم في نور رابحه جاتكم مسابقه، لو كان تجاوب نعطوك هذه الهديه القيمه، وكان تخسر نعطوك هديه للذكرى ثم تروح رابح ان شاء الله. تفضل خلط غايه. ايوا بسم الله. ايوا اخ حموده، ما هي اخر سوره نزلت في القران الكريم؟ اخر سوره نزلت في القران الكريم قل هو الله احد. لا خطا، معليش اخ حموده، المهم المشاركه تاعك معنا كانت قيمه ورابحه، ما تخليكش تروح هكا فارغ اليدين، نعطوك ذكرى باش تفكرنا. تفضل وشوف معنا في الكاميرا اخر كدوا لنا كلمه بمناسبه رمضان. يا خويا شنو نقول لكم، بارك الله فيكم وعيد رمضان سعيد ان شاء الله. مع رابحه اللمه تحلى. حجمك اليوم رابحه راهي معنا في المسابقه، لو كان تجاوب نعطوك هديه قيمه، ما تجاوبش نعطوك ذكرى تفكرنا بها ان شاء الله ان شاء الله. على تفضل عمي مكي، اختار لنا سؤال. ايوا اعطيني نقرا لك السؤال. بسم الله. عمي مكي، من هو النبي الذي ظهر ماء زمزم عند قدميه؟ عند قدميه. لا خطا، معليش عمي مكي. صحيح بارك الله فيك. احنا المهم مشاركه معنا ونعطوك هذه الهديه القديمه تفكرنا بها. وقلنا عمي مكي للكاميرا المشاهدين كلمه بمناسبه رمضان. ان شاء الله بمناسبه ما رمضان قلنا كلمه. يقول لك الله يعطيكم الصحه وتصوموا بالصحه والستر. مع رابحه اللمه تحلى. صافا اليوم رابحه جاتكم بمسابقه رمضانيه، لو كان تربح تدي سيرفيس قيم مع هذه القفه هذه، كنت تخسر نعطوك ثاني نكرموك بهديه ان شاء الله. تفضل اختار السؤال تاعك، خلط غايه يعني. بسم الله. اخ مصطفى، من هو النبي الذي اتاه الله ملكا لم ياته من قبل لاحد؟ سيدنا سليمان. راك مثقف. الله يسلمك بارك الله فيك. تفضل. تثقف، سينو قلت لك سينو ما تثقف، حنا بلاد مسلمه يلك تثقف. ورايك في هذه الحصه؟ لا الحمد لله، هذه مفاجاه، انا جيت نشري تلقيت هذه الحصه وفرحت سبحان الله، مادام كاين جديد كاين حاجه مليحه. واش تستعمل الفلون اللي تستعملها؟ كيفاش؟ الفلون اللي تستعملها تاع احنا كنا نديروه رابحه. اجي هديناك هديه. مع رابحه اللمه تحلى. اخ مصطفى تفضل الهديه تاعك. الله فيك، الله يحفظكم ونتمنى لكم الصحه، ونزيدوك هذه الهديه هذه من عند فلون رابحه، هذه القفه هذه. تفضل شوف الكاميرا الكريمه بمناسبه رمضان. ان شاء الله احنا نتمنوا كاع الامه الاسلاميه ماشي غير الجزائريين، نتمنوا الامه الجزائريه ان شاء الله تفوت رمضان بالصحه والستر. شكرا.